السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. اليوم عندنا وصفة ليبية تراثية وهي الشربة الليبية أو شربة لسان العصفور. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش دعمي ودعم القناة باللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني اسم القناة مطبخ رسيس يشترك في القناة ويفعل الجرس. ثم مكونات الشربة الليبية عندي لحم خروف مقطعينه مربعات بالشكل هذا ومعاه شوية شحم. عندي ملعقة كبيرة سمن، ملعقة ونص أو بصلة صغيرة مفرومة ناعم. عندي البهارات ملح قرفة كركم أو بزار قرفة فلفل أحمر وحرارات. الحرارات حنحط لكم طريقتهن، حرارات الليبية في صندوق الوصف. البهارات كلها ربع ملعقة صغيرة والملح حسب الرغبة. القرفة على حافة الملعقة الصغيرة. عندي كشيك كبير وشوية طماطم معجون. ده لسان العصفور، شربة نتاع لسان العصفور. زيت حوالي ملعقة بنستخدم. كزبر مطحون مفروم ناعم، ونعناع جاف ومطحون. تو نحط حوالي ملعقة زيت، ملعقة كبيرة. نحط السمن. السمن في ناس تستعمل فيه وفي ناس ما تستعملش فيه السمن. خلي السمن بس يدوب شوية. تو نحط البصل ونخلي البصل يطبخ شوية. طبعا من قبل عندي البصل بالشكل هذا. نحط اللحم. نخلي اللحم يتغير لونه. تو بعد ما غطيت عليه اللحم تغير لونه، المية نتاعته طلعت. نحط الطماطم الطماطم المعجون ملعقة كبيرة ونص. نحط البهارات قلنا ملح حسب الرغبة. قرفة نص ربع ملعقة صغيرة. حرارات ملعقة صغيرة. كركم ربع ملعقة، وفلفل أحمر أو فلفل بودرة بابريكا ملعقة صغيرة. طبعا نخليهم شوية مع البهارات والطماطم المعجون. نحط المية ساخنة. حوالي كوب شوية. تو نغطي عليه ونخليه يطيب عليه مهلة. تو بعد ما طاب اللحم بالشكل هذا نحط الكزبر المفروم الناعم وحبوب الشوربة وخليهم يطيبوا حبوب الشوربة. خلاص طابت عندي تو الشوربة. هذه الحبوب خلاص طابن. نحط النعناع الجاف مطحون ونغطي عليه، بس النعناع يعطي طعم للشوربة. وهذا شكلها النهائي. هذه الشوربة، هذا باللحم وقلني ومدهنة الشوربة. ان شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم.